واحنا بتصلي على النبي الجهل عمال يشر بيشر، وشغالين لفند ابو 9 مليون جنيه اللي عايز اللي بياخد في السنه 9 مليون جنيه يعيشوا 900,000 اسره، طالع بيتمسخر بتمهزق عليه. ما انتش مكسوف من نفسك يا جاهل يا جاهل، يا اللي كنتوا بتورد ممثلات للامراء العرب تخلينيش اتكلم، يا تلميذ فلان الفلاني اللي خد حكم انه معرس. الله العظيم في ايه؟ الناس بتخرف، البلد هتروح في مصيبه. يعني انا انفعلت وطلعت، بس اعمل ايه؟ الحكم هو اللي طلع قال كده، قال قوات. الله، انا اسف، الناس بتنسى نفسها اصلها، وكل واحد عايز يعمل لي زعيم، وكل واحد عايز يركب لي الثوره، واللي جاي لي من بلد ثانيه يعمل لي زعيم، واللي جاي لي مش عارف منين، واللي معاه جنسيه وكان بيشتغل جاسوس. الواحد هيتجنن، الواحد ما عادش طايق نفسه، واللي جاي مربي لي شعره ضفيره، الله، واللي جاي مش عارف يقول لي ايه في ايه يا جماعه. الله، المجلس العسكري في وضع يرثى له على مشارف عمليه مش مضمونه. معانا الزميل الاستاذ عبد الناصر سلام. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر.